بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله كامل تكونوا بخير مهنيين وفي صحة جيدة. اليوم أخواتي جيت نطلع عليكم بوصفة صيفية بامتياز، الحاجة اللي يحبوها وليداتنا في فصل الصيف. مرة على مرة نكلشوه بمثل هذا الوصفات. اليوم جبت لكم هذا الساندويتش أو هذا الهمبرجر جراتيني في الفرن يجي يكتر بالبنة. نتمنى الوصفات تنال إعجابكم. إذا أول مرة تشوفوا قناة مطبخ وتدابير أسرار ومازال ما اشتركتوش، نقول لكم اخواتي فضلا وليس امرا وقفوا لا فيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي. بلا ما تنساو دعموني بجام وكومنتار مشجع. وكما شفتوا يا البنات عندي حبه صغيره نتاع البصل قطعتها مكعبات، عندي صدر الدجاج كذلك بعد ما نغسلوا ونكطروا نقطعوا مكعبات صغيره، لازم يكونوا مكعبات صغيره خلاص يا البنات. وفي مكله حطيت القليل نتاع الزيت وضفت عليها الحبه نتاع البصل اللي قطعتها مكعبات صغيره. بعد ما يبدا البصل نتاعي يدبل نضيف الكميه نتاع الدجاج. وطبعا بالنسبه للكميه نتاع الدجاج يا البنات ما تقيدوش على حسب افراد الاسره. اذا كنت راح تخدم زوج ساندويتشات فقط تقدر يعني ربع صدر دجاج راح يكفيك، وهكذا يعني كل وحده تحط صدر دجاج او صدر ونصف او زوج صدور على حسب الشيء اللي متوفر عندها في الدار وعلى حسب الكميه اللي راح تخدم. بعد ما البصل نتاعي والدجاج بداو يدبالوا ضفت عليهم مغرف صغيره نتاع لا موطارد. وكما تعرفوا لا موطارد مع الدجاج تزيد بنه على بنه. وبديت نضيف في التوابل. بالنسبه للتوابل اللي ضفت عندي فلفل كحل نص مغرفه صغيره زنجبيل ومغرفه صغيره توابل الدجاج. ونبدا نخلط دائما كي نضيف مكون نحرك مليح باش الدجاج نتاعي يتكلى مليح مع البصل. نزيد نضيف هنايا الملح الكميه الكافيه ونبقى نحرك ونخلي الدجاج نتاعي يطيب في غرضه. هنايا يا البنات نتفكد الدجاج نتاعي، شوفوا راهو طاب ما شاء الله. نطفي النار ونخليه بجانب. من جهه ثانيه يا البنات من بين الاضافات اللي حطيتها في هذا الساندويتش وفي هذا الهمبرجر عندي ربع حبات نتاع البيض كليتهم على شكل فطيره. بعد ما كليتهم وطفيت النار عليهم قطعتهم على شكل مربعات وخليتهم بجانب. بالنسبه للخبز انا استعملت الجاهز يا البنات، بما انه الصيف والسخانه ما حبيتش نحضره في الدار شريت الجاهز. جبت البلان تاعي اللي يدخل الفرن دهنته بالزيت ونبدا طبعا نقطع الخبز نتاعي او نقسم الخبز تاعي الى نصفين. طبعا انا ما خدمتش هذه الكميه فقط، كاين بلا ثاني خدمته فقط هذا باش نوريكم كيفاش رايحين نعمروا هذا الهمبرجر نتاعنا. نستف الخبز نتاعي في البلا بعد ما قسمته كيما راكم تشوفوا. وهنايا راح نبدا نعمر فيه. شوفوا البنات الطريقه نتاعي انا راح نعطي لكم فكره كيفاش واش حطيت في هذا الخبز نتاعي. وانتم طبعا تقدروا تزيدوا اضافات تقدروا تنقصوا، لكم الاختيار. اول حاجه حطيت الطبقه الاولى هذا الجبن الخاص بالهمبرجر كيما شفتوا كل وحده حطيت فيها قطعه ونصف. ومن بعد نبدا نضيف الدجاج اللي حضرناها مع بعض. كل وحده حطيت لها تقريبا زوج مغارف معمرين، يعني حطيت كميه مليحه باش الخبز نتاعي يجي معمر وما يجيش ناشف. شوفوا البنات هنايا نعمروا بالدجاج. بعد ما درت الطبقه نتاع الدجاج جبت المربعات نتاع البيض اللي بعد ما كليتهم عفوا قطعتهم مربعات. نزيد نضيف كذلك على الدجاج اللي حضرناه مع بعض. نزيد نضيف حبيبات نتاع الطماطم قطعتهم يا البنات شرائح رقيقه خلاص. وزيد ضفت بما انه الطماطم نتاعي راهم صغار، يعني كل حبه يعني كل ساندويتش حطيت فيه زوج دوائر. الناس اللي يحبوا البصل كذلك يقدروا يضيفوا، اللي ما يحبوش يستغنوا عليه. هذه افكار عطيتها لكم، تقدروا تزيدوا تضيفوا الشيء اللي تحبوه. وكملت بجبن الشيدار. انا حطيت هنايا جبن الشيدار بعد ما رابيته في الساندويتشات نتاعي. نتوما تقدروا تحطوا اي جبن متوفر عندكم، تقدروا تزيدوا نفس الشيء تحطوا الجبن نحطوه في الهمبرجر تكملوا به. ومن بعد نبدا نغلق في الخبيزات نتاعي او في الهمبرجر نتاعي فقط يا البنات. شوفوا الطريقه بعد ما نغلق نضغط مليح باليد، لازم نضغطهم مليح مليح باليد كيما راكم تشوفوا. ما كانش ما اسهل. وطبعا يا البنات كيما شفتوا الخبيزات نتاعي راهم كبار والحشوه راهم معمرين، يعني اللي تعطي له وحده ما يزيدش يعني يحوس على الثانيه. راهو مشبع، يعني وجبه مشبعه. في كاخر لمسه عندي هنايا حبه نتاع البيض ضربتها مليح ودهنت الوجه نتاع الخبيزات نتاعي بالبانسو، دهنتهم مليح مليح
مليح، وزيد حطيت لهم الكاليل نتاع جبن الشيدار على الوجه ودخلتهم للفرن. كي داب الفرماج ديال البنات وتغراتينا وخرجتهم وتحصلت على هاد الهمبرغر غراتيني في الفرن يشهي بواحد الحشوه تكتر بالبنه. زيد ترافقته بالكالين تاع لي فريت، كذلك تزيدوا معاه الكالين تاع السلطه، المايونيز او اي نوع تاع الصلصات تفضلوهم، ورايحه تكون وجبه كامله متكامله لوليداتنا. وهذا هو الشيء اللي يحبوه ويفضلوه. نتمنى اذا وصلتوا لهذا المقطع ما تبخلونيش بجام كومنتار مشجع. والسلام عليكم ورحمه الله مع قناه مطبخ وتدابير اسرار.